عنوان القمة 127. دعونا ننسى أخطاء الماضي ونرتكب أخطاء جديدة. كولر من أخذ الرمح من الفارس الأبيض ووجهه تجاه القلعة الحمراء ودمرها بالكامل. سيف الدين الجزيري يحرز أولى أهدافه في لقاءات القمة، مش هدف واحد، لا هدفين، ليرتفع رصيد نادي الزمالك عند النقطة 21 في المركز العاشر، ويتوقف رصيد النادي الأهلي عند النقطة 21 في المركز التاسع بفارق عن الزمالك الأهداف. وكولر غاضبا بعد اللقاء ويوجه النقد للجميع: لم أبدأ القمة بتشكيل خاطئ، ولكن الجميع يتحمل مسؤولية الخسارة أمام الزمالك، وفي حالة التغيير مبكر أو التغيير متأخر يتم انتقادنا، فما الحل؟ وعن تصريحات حكم اللقاء إبراهيم نور الدين بعد اللقاء، وضح تحكيم القمة شيء عادي وسيتم اعتزالي في مباراة نهائية وليس مباراة ترتيب بين المركز التاسع والعاشر في الدوري. وعن أبرز تصريحات الانتصار بعد اللقاء، كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وضح: الانتصار هو مكافأة وهدية للجمهور، ولكن الدوري لازال في الملعب. عن أبرز التصريحات الغير واقعية، جزء منها واقعي وجزء منها غير واقعي، هو تصريح جوميز المدير الفني الخاص بنادي الزمالك، وضح ان نادي الزمالك يستحق الفوز على النادي الاهلي، مفيش مشكله في الاستحقاق وانت فزت بالمباراه، ولكن الجزء الثاني وضح وقال ايه؟ ان احنا كنا نستطيع الفوز على النادي الاهلي واحراز 4 اهداف، ده الغير ممكن، لان النادي الاهلي كان هيخطفك بعد جون احمد عبد القادر، ولولا نادي الزمالك هو اللي خطف النادي الاهلي. وعن ابرز تصريحات لعيبه نادي الزمالك وابرزها نجم اللقاء سيف الدين الجزيري، وضح: احرزنا ال3 نقاط واغلقنا صفحه الدوري وهنركز حاليا على صفحه الكونفدراليه. وعن مدح الغير والاشاده بمستوى عمر جابر داخل اللقاء، شيكابالا يوضح: عمر جابر يعتبر من افضل اللعيبه الموجوده حاليا دلوقتي كظهير ايمن في مصر، واتمنى انضمامه للمنتخب. وعن تصريح عبد الله السعيد، وضح: المباراه كانت مباراه قويه وكانت شيقه جدا، كانت ند لند واستطعنا التغلب على النادي الاهلي، ودي مكافاه كبيره جدا للجمهور الزملكاوي، وكل سنه وانتم طيبين. وعن تصريحات عمر جابر بعد اللقاء ممتدحا جمهور نادي الزمالك، وضح ان جمهور نادي الزمالك ده حاجه كبيره جدا وحاجه عظيمه بالنسبه لنا، وكمان كنا عايزين ال3 نقاط وحققناهم عشان نتقدم خطوه بخطوه في الدوري. وعن موقف اصابه كابتن احمد سيد زيزو، تم ايضاح ان هي كدمه قويه جدا في وجه القدم ويخضع الى اشاعه لتحديد موقف وحجم الاصابه. وعلى صدى النزاع القائم بين الاتحاد المصري لكره القدم وتحديدا المدير الفني السابق لمنتخب مصر روي فيتوريا، استاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، وضح: تم ارسال انذار لينا من قبل المحامي الخاص بروي فيتوريا، انذار فيما معناه ان يتم دفع الشرط الجزائي، على الرغم ان احنا فسخناه مع بعض، ولكن في احد التصريحات الخاصه بالمحامي بتاع روي فيتوريا وضح: تم الوصول مع الاتحاد المصري لكره القدم لجدوله الشرط الجزائي، ولكن حين التاكد من العقد او القرار تم ايضاح ان مفيش اصلا شرط جزائي في العقد. طبعا لازم نعرف متابعينا ان اللقاء القادم للنادي الاهلي ان شاء الله هيبقى يوم 20 تحديدا يوم السبت القادم الساعه 3 في الكونغو. النادي الاهلي هيقابل مازيمبي في دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، نتمنى له الفوز ان شاء الله والعوده للانتصارات مره ثانيه. بس قبل ما نبتدي الحلقه بتاعتنا النهارده اتمنى نعمل لايك للحلقه دي ونعمل شير في كل اماكن فضلا وليس امرا، بحيث ان يوصل صوتنا لاكبر عدد من المشاهدين والمتابعين. ويلا بينا نبتدي الحلقه بتاعتنا. في بدايه حلقتنا اهلا وسهلا بكل عشاقنا الجمال وهارد لك للنادي الاهلي وجمهوره، ومليون مبروك لعشاق نادي الزمالك والجمهور. في بدايه اللقاء لازم اوصل لك معلومه مهمه جدا، وهي ان كره القدم مكسب وخساره، بس انت تزعل لما تكون الخساره من ايديك، انت المتسبب في الخساره، انت بقى المتسبب في بعض حاجات خاصه باللقاء، مفيش مشكله يا عم مشيها، لعيبه كان دون المستوى، حظك ان الكره خبطت في العارضه وطلعت، حظك ان الكره ما كانتش ماشيه معاك، دي ما فيهاش برده مشكله. اللي فيها مشكله هي ايه؟ لما تخسر بايديك، انت اللي تكون المتسبب. ومين هو؟ كولر المتسبب في اللقاء. معلش فرحه جمهور نادي الزمالك ليه بقى؟ فرحه قويه جدا يا باشا، افرحوا يا باشا، لو فرقتهم فازت علينا بعد مليون سنه عنده استعداد برضه يفرح وما تقللش من فرحته. ليه؟ لان انت المتسبب، حضرتك استنيت 45 دقيقه وبعد كده فكرت تهاجم نادي الزمالك ومنزل 3 لعيبه، ما اعتقدش ان ينفع ال3 لعيبه دول يقعدوا على الدكه، اللي هو تحديدا وسام اللي هو الفيرود بتاعك ورضا سليم وعندك السوليه اللي هو من الاخر الذهب لا يصدأ ابدا. رضا قوه هجوميه متفجره، وسام محطه هايله جدا، فروت قوي جدا بجد، صفقه من العيار التقيل. حضرتك بعد ده كله جاي ضيعت 45 دقيقه بتفكر ان انت ترجع؟ طب خلصنا من القصه دي واركنها على جنب. لازم دي رساله توصل لكولر، تقول له ايه؟ تقول له يا كولر ماتش القمه بالنسبه لجمهور الاهلي والزمالك هو لقاء كاس، لقاء قمه، ملوش علاقه بقى بدوري، ملوش علاقه بكاس هتترفع، ملوش علاقه ببطوله، هو قمه بمعنى الكلمه. انا بالنسبه لي كمشجع لا احب افوز الماتش ده حتى لو عندي مليون ماتش. حضرتك فكرت في فكره بسيطه جدا اللي هي مباراه مازيمبي. علمونا واحنا صغيرين ان مباريات واللقاءات اللي انت بتلعبها خلص الخطوه اللي انت فيها بعد كده تنقل للخطوه اللي بعدها. في حياتنا كلها كده، صاحب بالين كداب، فكر في الخطوه اللي انت فيها وحلها وبعد كده تنقل للخطوه الثانيه. اول مشكله عندك اللي هي ان انت فكرت في لقاء مازيمبي وسبت اللقاء ده خالص. لا يا باشا، انت عندك الفرقه من الواضح ان النادي الاهلي دكته مش قويه قوي، عندك 7 مصابين غير ال7 حضرتك رايح تنزل احتياطي اللي موجود
موجود؟ لا صعب جدا. احصائياتك داخل اللقاء كانت صعبه قوي، ما جيتش فوقت الا بعد 45 دقيقه عدوا منك، يعني لازم كنت تفوق من بدري قوي. لعيبه عندك وعناصر سيئه جدا لازم تتشال. دفاعك كان هش النهارده، دفاعك الغلطه منه كانت بفوره. ايوه بيتدارك الدفاع عندك، بيتدارك بعض الاخطاء، بس بيتدارك اخطائه مش اخطاء الغير. طبعا زي ما انا عودتكم في الحلقات بتاعتنا دايما بنتكلم على الارقام المتعلقه باللعيب اللي بتوضح وبتحدد ان كان هو كويس، وبنبتدي نقيمه ان هو كويس او ان هو ضعيف واداؤه متوسط او دون المستوى. طبعا المرحله اللي هنتنقل بيها دلوقتي هي بقى تقييم المدير الفني، هو كولر تحديدا. كولر الارقام اللي بتتكلم عنه، ارقامه بافريقيا كويسه جدا، اما ارقامه في الدوري هزيله جدا جدا جدا. النادي الاهلي لعب 11 لقاء، فاز في 6 لقاءات، اتعادل في 3 لقاءات وخسر لقاءين. معنى اصح النادي الاهلي حاليا دلوقتي في المركز التاسع ب 21 نقطه. طبعا النقاط توقفت بعد خساره من نادي الزمالك، كان ممكن عندنا استطاعه ان احنا نوصل لنقطه 24 او نتخطى في جدول الدوري. طب كولر بقى فقد كام نقطه من الماتشات دي كلها؟ فقد 12 نقطه من 33 نقطه، حجم كبير جدا. يعني بمعنى اصح نجاح كولر في ماتشات الدوري هو 55%، وده اداء هزيل خالص جدا. لو جيت بقى اتكلم عن الجزئيات الثانيه هي البدايل عن اللعيبه اللي كانت موجوده في اللقاء. حضرتك وضحت يا كولر ان انا بفكر في ماتش مازيمبي، طب انت عندك بدايل، عندك لعيبه احنا محتاجين نجربهم. حضرتك بقى شايف ماتش القمه ده ان هو تجربه، طب جربهم. كريستو ما لعبش ليه؟ كريم الدبيس ما لعبش ليه؟ كريم الدبيس ما لعبش مكان مع علي معلول ليه؟ علي معلول كان اداؤه هزيل جدا في اللقاء، ولا رفعه سليمه ولا رفعه كويسه، باين عليه انه مجهد. يا عم عايز تريحه ريحه، عايز ما تلعبوش الفتره دي لعبه، ريحه شويه، حسسه ان في تنافسيه شويه. نزل كريم الدبيس، هيئه يا عم الحاج، هيئه يمكن اللعيب ده يفيدك. طب كريستو ما لعبش ليه؟ عندك احمد عبد القادر لما نزل هو حسنه اللقاء، طب ما تلعب كريستو، جرب كريستو يمكن يكون حسنه اللقاء. لعيب زي ده لعيب كان دولي تونسي، انت جيت اقحمته وقعدته. مشيت القندوس وقلنا مفيش مشكله، القندوس مكسر الدنيا هناك وعايز ترجعه، طب ما تجرب كريستو قبل ما نبيعه، قبل ما اديت الضوء الاخضر ان لجنه التعاقدات تمشيه. يا عم لعبه، عندك حاجات كتير جدا، فرص ان انت توجد لعيبه. عندك 5 لعيبه او 4 لعيبه في الناشئين انت مأيدهم في افريقيا. طب حضرتك اللعيبه دي طب ما تحضرهم في ماتشات الدوري، صعد لعيبه منهم وحطهم في القايمه، خليهم يكونوا موجودين، ولا اي حاجه من دي. حضرتك بصيت فقط لا غير على الماتش اللي بعده، بس هو ده اللي انت فكرت فيه. الدفاع عندك فيه كوارث، يعتبر محمود متولي الراجل قاعد بره، حضرتك بعدته عن التدريبات الجماعيه وجيت رجعته لما لقيت تحديدا ان ياسر ابراهيم هيستبعد. طب حضرتك ما تجرب محمود متولي، انت شايف رامي ربيعه اداؤه هزيل في اللقاءات، يعتبر رامي ربيعه بمعنى اصح بيحل مشكلته، بيجيب كور، الكور اللي هو غلط فيها مش الكور اللي جايه علينا، بيعمل كارثه ويحل الكارثه، يعني هو صاحب المشكله ويحل المشكله. محمد عبد المنعم لا لازم يتقرص من ودنه، قلنا الكلام ده اكتر من مره. طب ما تقرص الناس دي من ودنها، طب ما تطلع لعيب منهم وتنزل محمود متولي. عندك كروت كتير جدا جربها. محمد هاني دون المستوى، محمد هاني دون المستوى، محمد هاني دون المستوى. هنفضل نقول لك لحد امتى بتلعب لي محمد هاني قدام عمر كمال؟ يعني عمر كمال اتخنق لان محمد هاني متعود يزيد، فكل شويه عمر كمال يزيد محمد هاني يطلع جنبه، ما تبقاش عارف مين اللي هيرفع فيهم، يتلخفنوا في بعض، يحصل ان الكره ما تبقاش كويسه، ما تبقاش جيده. جرب، عندك كروت كتير جدا. هنا بقى اتكلمنا عن تصريحات كولر اللي وضحها بعد اللقاء، هل هي تصريحات واقعيه ولا الراجل بيعلق شماعه ولا الراجل بيقول ايه بالظبط؟ تعالوا كده نفسرها واحده واحده. اولى التصريحات بتاعته بالظبط قال لك كنا مسيطرين على اللقاء لمده 25 دقيقه، وبعد كده نادي الزمالك تدارك الموقف عن طريق اخطاء متعلقه بينا، خطفونا وجابوا جون بسبب الاخطاء في نهايه الشوط الاولاني، والجون الثاني اللي هم جابوه في نهايه الشوط الثاني هو تحديدا جون من كره خاطئه وليس يعتبر يعني ما كانتش خطه منظمه. ده حقيقه فعلا نادي الزمالك خطف النادي الاهلي في الشوط الاولاني بجون، والجون الثاني ده تحديدا ما كانش جون يعني ايه بخطه او بطريقه او كلام من ده، عشوائيه وجت فينا. فعشان كده هو بيوضح ان اخطاء عندنا هي اللي تسببت في النادي الزمالك خطفنا في الشوط الاولاني وخطفنا في الشوط الثاني. ده كده تصريح واقعي. لو جينا بقى اتنقلنا على التصريح الثاني قال لك ايه بالظبط؟ لم ابدا المباراه بتشكيل خاطئ، يعني لا ده بدايتك كده من الاخر انت بتتكلم غلط. لا مفيش حاجه اسمها ما بداتش بتشكيل خاطئ، ممكن تنظيم الخطه مثلا 4-3-2 او 3-4، الكلام اللي انت بتعمله ده او الخطه الديناميكيه اللي انت بتعملها دي مفيش مشكله، لكن احنا بنتكلم عن عناصر، لا كانت العناصر خاطئه. قال لك بعد كده واذا قمت بالاجراءات التغيير مبكرا بتنتقدوني، واذا قمت
قمت بتغييرات متاخرا برضه بتنتقدوني. يعني هو الراجل بيقول لك انا غيرت، لا يا كولر ما اسمحلكش في اللقطه دي. حضرتك السبب في المشكله الاساسيه ان انت نزلت بالتشكيل خاطئ، والتشكيل الخاطئ ده ادى ان انت اضطريت تعمل تغيير مبكر اللي هو ما بين الشوطين تنزل 3 لعيبه. لا هو ده حضرتك ده كده يعتبر تصريح خاطئ، لازم تراجع نفسك في التصريح ده. بيقول لك كمان دلوقتي ايه، والجميع يتحمل مسؤوليه الخساره امام نادي الزمالك. هو الجميع فعلا بيتحمل، لان في لعيبه تخاذلت في اللقاء وهي دون المستوى الخاص بالنادي الاهلي، بس حضرتك بتتحمل جزء كبير جدا من مجريات اللقاء. ثالث تصريح قال لك الوقت غير متاح للتعاقد مع لاعبين جداد. كلنا عارفين الكلام ده. اداره التعاقدات الخاصه بالنادي الاهلي من الاخر مش كفء بمعنى اصح، مش هنفضل نتكلم كتير، مش كفء. بنجيب لعيبه ونجيب لعيب وسط 10 لعيبه. يعني من الاخر السنه دي كده اللي انا شايفهم اللي هم كفء وقد المستوى هو رضا سليم ووسام. غير كده يعتبر لسه اللعيبه مش قد المقام بمعنى اصح، او كولر ما لمعش بعض لعيبه، او بمعنى اصح ما اداهمش الفرصه ان يلعبوا. فهو دول الصفقتين اللي انا بتكلم عنهم هم اقوى صفقتين داخل جدران النادي الاهلي، ويليهم موديست، لان موديست بصراحه احنا اللي ظلمناه ان احنا جبناه في السن ده. لو جينا بقى كملنا بدايه تصريحه وقال لك ولابد ان يكون لاعب الاهلي صاحب مواصفات خاصه. كلنا بنتكلم ونقول الكلام ده دايما، حضرتك بس بتكرر الكلام، ويستحمل تحمل الضغط. ماشي تحمل الضغط. هو حضرتك نزلت بتشكيل في الاول كده، طب ما انت بعد كده رجعت اللعيبه ثانيه ولعبتها، اللعيبه بتتحمل تحت ضغط مفيش مشكله. لا اللعيبه اللي انت نزلتها في الشوط الاول دون المستوى، مش قادره تتحمل الضغط. لعيبه امكانياتها كده، طبيعي ان ال 30 لعيب اللي معاك ما يبقوش كلهم 100%، لازم يبقى في لعيبه دون المستوى. لعيب دون المستوى جنبه لعيب قوي بيبتدوا يكونوا مع بعض مجموعه، يبتدوا بعد كده اللعيب اللي دون المستوى يرتقي بمستوى اللعيب الثاني او يبقى قريب منه او ينسجموا مع بعض ويعملوا توليفه كويسه داخل اللقاء. لكن مش كل اللعيبه هتبقى بمواصفات عاليه، واحنا ياما قلنا لاداره النادي الاهلي والتعاقدات ان لازم اللعيب اللي رايح النادي الاهلي يبقى بيعتبر بمواصفات خاصه. قال لك في النهايه علينا ان نتذكر ان الاهلي يغيب عن صفوفه 7 لاعبين مؤثرين. انا معاك في دي، جميل، احنا الاهلي فعلا متاثر بال7 لعيبه، بس حضرتك ما ينفعش تنزل بدلاء البدلاء. لو جينا بقى اتنقلنا المرحله الثانيه، شئنا او ابينا لازم نتحدث عن ايجابيات الخصم. دي كره قدم يا جماعه، مفيش حاجه اسمها ان الفريق اللي قدامك تقلل منه، لا هو فاز عليك خلاص وتخطاك وخسرك اللقاء بكل جداره بالنسبه له، هو خلاص يفرح من حقه يفرح. بس لازم نتكلم على بعض لعيبه كانت ليها دور فعال جدا في الزمالك، هم ابرزهم عبد الله السعيد وناصر ماهر وتحديدا مصطفى الزناري. طبعا اللعيبه دي كانت هايله جدا داخل مجريات اللقاء. لو جيت اتكلمت عن ناصر ماهر وتحديدا عبد الله السعيد، الخبره اللي خدوها من النادي الاهلي وايضاح ان انت تقدر تهدي الفرقه ومتوسط الميدان يبقى هادي، حسيت فعلا ان النادي الزمالك خطته اتغيرت. يعني اللاعبين دول كانوا هايلين جدا في وسط الملعب كتمريرات، اسيست هايل جدا من ناصر ماهر، اسيست جميل جدا لعبها تحديدا يعتبر سيف الدين الجزيري وخلصها جون بعد ما مصطفى شوبير قدر يصدها ورجع الثاني لسيف الجزيري. بس ناصر ماهر لعبها حلو جدا ليه واسيستات هايله، توازن في وسط ملعب نادي الزمالك وقدروا ان هم يمتصوا بعض كور ويهدوا الريتم، ودي الخبرات اللي خدوها لما لعبوا في النادي الاهلي. مصطفى الزناري بقى كان لعيب هايل جدا، قفل الزاويه على علي معلول ورضا سليم. يعني الزاويه دي لما ابتدى يشتغل علي معلول ورضا سليم مركز فيها كده كان قافلها بلوك، نزل احتياطي لاحمد فتوح بس اللعيب كان مأدي باداء هايل جدا. لو جينا اتكلمنا في 3 ارقام اتكسرت بعد اللقاء ده، هم ايه الارقام دي؟ متعلقه بالنادي الاهلي ومواجهاته مع نادي الزمالك. اول حاجه هي تحديدا نادي الزمالك حقق الفوز على النادي الاهلي تحديدا لاول مره في الدوري بعد 6 مباريات متتاليه. يعني بقى لنا 6 ماتشات النادي الاهلي بيتفوق فيهم، لكن نادي الزمالك قدر يكسر اللقاء السابع. لو جينا اطلعنا على الجزئيه الثانيه وهي ان اخر فوز للزمالك تحديدا على الاهلي في الدور الثاني من الدوري كان في موسم 2019-2020 تحديدا بنتيجه 3-1 يوم 22 اغسطس 2020، ده كان في الدور الثاني. طب بالنسبه بقى للاحصائيه الثالثه اللي هي تحديدا في الدور الاول، يعتبر اخر انتصار للنادي الزمالك على النادي الاهلي في الدور الاول كان تحديدا من 21 عام، نعم والله 21 عام، من 2003 موسم 2003-2004 النادي الزمالك كان حقق الانتصار في الدور الاول على النادي الاهلي. من 21 سنه اول مره يحقق الانتصار في الدور الاول. وفي نهايه حلقتنا هارد لك لعشاق النادي الاهلي ومليون مبروك لعشاق نادي الزمالك. وفي نهايه الحلقه اتمنى نعمل لايك للحلقه دي ونعمل اشتراك في القناه ونفعل زر الجرس بحيث ان يجيلكم كل جديد، وشكرا لمتابعتكم لينا قناه ابراهيم مشفاي.